مشاهدينا الاعزاء، برحب بكم معانا وحلقه جديده وتحيا مصر على شاشه الفضائيه المصريه. الحقيقه منذ تولي رئيس عبد الفتاح السيسي ومسيره الاصلاح والتنميه والمشروعات القوميه الكبرى بتسير في كل الاتجاهات وايضا في كل القطاعات. في قطاعات طبعا عديدة جدا شهدت نقلات كبيرة لم تحدث في تاريخ مصر الحديثة من قبل. فالنهاردة إن شاء الله في حلقتنا بنتكلم عن يعني التنمية المستدامة والمشروعات القومية الكبرى مع ضيفنا العزيز أستاذ أحمد البيلي خبير التنمية المستدامة. أهلا بيك يا فندم، شرفنا ومنورنا. في البداية لو حبينا نعرف الناس إيه الفرق بين التنمية العادية والتنمية المستدامة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية اللهم أدم علينا نعمة مصر أم الدنيا وسيدة الأوطان. آمين يا رب. التنمية المستدامة ده مصطلح هو مش حديث قوي، هو متعارف عليه من أكتر من 40 سنة، ولكن ما وصلناش غير من فترة بسيطة في 2015 طبقا لبرنامج الأمم المتحدة. هي التنمية المستدامة الفرق بينها وبين التنمية العادية أو بين الخطط اللي كنا بنعملها قبل كده، نسمع الخطة الخمسية والخطة العشرية. التنمية المستدامة أنا عايز أنمي وأعمل طفرة للجيل الحالي اللي عايش دون المساس بالاجيال القادمه، وخاصه في مصر. ليه في مصر؟ لان احنا عندنا زياده سكانيه غير عاديه. حضرتك لو تيجي تبصي في ال10 سنين اللي فاتوا بالظبط كده من ثوره يناير لغايه النهارده عدد سكان مصر زاد 25 مليون. ده يمثل ربع العدد، كنا حاجه و80 بقينا 100 وحاجه. دي نمره واحد. نمره اتنين، احنا عندنا اكتر من 7-8 مليون من اخواتنا سواء كانوا السوريين او العراقيين او السودانيين او كل الجنسيات العربيه متواجدين وعايشين في مصر وعايشين. فاحنا النهارده بنتكلم على بلد بيسكنها او بيتعايش فيها او بيقطنها 115 على الاقل ل 120 مليون نسمه. طب انا النهارده عشان احل مشكله عندي مثلا ولتكن زي فيروس سي، او احل مشكله زي العشوائيات، او احل مشكله زي الطرق، او احل مشكله زي الصحه، او احل مشكله زي التعليم، فانا ما ينفعش اعمل مدرسه واقول انا عندي خطه خمسيه. ده انا لما عبال اخلص المدرسه يكون عدد السكان زاد 4 أضعاف من المدرسه بكتير. والنهارده ناس كتيره بتسال تقول الله امال فين المشاريع اللي اتعملت؟ الاسعار ما نزلتش ليه؟ لان احنا زدنا الربع. فلو ما كناش زدنا الربع كان هيفرق كتير جدا. لكن انت النهارده الحمد لله ان انت عندك الثمره موجوده. سعرها غالي بس موجوده. في دول تانية كتيره جدا مش موجوده. نرجع لموضوعنا، التنميه المستدامه هي ان انا بنشئ جيل بكل المواصفات، الصحه والتعليم والطرق والكباري، كل ما هو يكفي الحياه امنه سعيده بدون ان اؤثر على الاجيال القادمه. انا النهارده في 3 أو 4 عناصر مهمين جدا في اهداف التنميه المستدامه اشترطتهم الامم المتحده. هم 17 بس احنا بنركز على 4 لان هم دول اللي بيعتبروا المحاور الرئيسيه في التنميه المستدامه. القضاء على الفقر، القضاء على ازمه الغذاء، تفعيل دور المراه في المجتمع، الصحه. طيب نجيبها واحده واحده كده. طيب احنا ممكن نطلع لفاصل وبعد الفاصل نبدا بقى في ال4 أجزاء اللي ذكرناهم. هنذكرهم بالتفصيل بعد الفاصل. اتفضل. تبنت الدولة المصرية مفهوم التنمية المستدامة كإطار عام يهدف إلى تحسين جودة الحياة في الوقت الحاضر بما لا يخل بحقوق الأجيال القادمة في حياة أفضل. استثمرت الدولة المصرية في المشروعات القومية والتنموية في شتى القطاعات بالمحافظات بهدف إحداث نقلة نوعية هدفها الأول التنمية والبناء، إلى جانب توفير فرص عمل للشباب وخفض معدلات البطالة، مما يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي في شتى الاتجاهات. تقف مبادرة حياة كريمة على رأس هذه المشروعات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كأكبر مشروع تنموي لتطوير وتنمية الريف المصري وتحسين مستوى معيشة الأسر، بجانب تطوير البنية التحتية وتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطن وإتاحة الحق في السكن الملائم من المشروعات القومية للإسكان الاجتماعي. ساعدت المشروعات القومية للدولة المصرية على تجاوز الأزمات الاقتصادية المتعاقبة
نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا، حيث ساهمت في تحقيق التنمية بمفهومها الأشمل واستيعاب الزيادة السكانية المتزايدة خلال السنوات المقبلة. اهلا بيكم معانا مره تانية، واربع محاور التنميه المستدامه اللي هنتكلم عنهم. يمكن هنبتدي بالصحه. دايما بنقول يا فندم انه تحت مظله حمله 100 مليون صحه كان في مبادرات رئاسيه كتيره جدا في قطاع الصحه، ودايما كل جنيه بتصرف على الصحه بيوفر لميزانيه الدوله 24 جنيه. فطبعا القطاع ده نحب يعني نبدا بيه ونشوف ايه التطورات. تعالى حضرتك نرجع لورا كده 10 سنين، ما كانش في بيت او اسره مصريه ما بيلتهمش اكباد احد افرادها فيروس سي، وكلنا كنا شايفين الكلام ده. اللي عملته مصر في القضاء على فيروس سي ان احنا النهارده نوصل عدد المصابين لصفر في فيروس سي، ويبقى عندنا العلاج ب 600 جنيه وممكن تاخدوا مدعم من الدوله مجانا، وهو على يعني بما يوازي بره حاجه 24000 جنيه. احنا عملنا طفره غير مسبوقه في مجال مبادرة 100 مليون صحة الخاصة بفيروس سي، وأعقبها أكثر من 15 مبادرة. صحة المرأة حاجة، صحة الطفل حاجة، الأطفال المحظوظين حاجة، الاعتناء والاهتمام الغير عادي بذوي الهمم. وعجبني أول لفظ ذوي الهمم، ما ده من ضمن الصحة. أنا النهارده لما يبقى عندي ابن معوق أو ابن تعبان ذهنيا أو جسمانيا، فده بيأثر على أسرة بالكامل وبيسبب لها مشكلة كبيرة. أنا النهارده لما أتعامل مع بالمعامله اللي بتتعامل النهارده لاولادنا ذوي الهمم، دي حاجه كويسه جدا جدا جدا، ودي من ضمن المبادرات اللي انا بقوم فيها. ما دي حقوق الانسان حضرتك، ما هو ده انسان ودي حقوق. لازم نلقي فعلا الضوء على حاجه زي كده، دي حاجه كويسه جدا. كانت حقيقه من المبادرات كمان المهمه جدا اللي هي كان التعاون اللي حصل بين وزاره التعليم ووزاره الصحه لاطفال المدارس ومنع التقزم والاهتمام بتغذيه الاطفال والسمنه. حضرتك احنا فوجئنا ان احنا عندنا المشكله في الاطفال السمنه، دليل ان هو بياكل غلط مش بياكل صح. ما هو السمنه دي نظام غذائي والانيميا نظام غذائي، الاثنين يعتبروا زي بعض في الضرر، ولكن هم على طريقين مختلفين يعني. فالنهارده اللي حصل في الصحه في مصر ملموس من اي حد. حضرتك النهارده هل المستشفيات اللي موجوده في مصر النهارده هي اللي كانت موجوده؟ الخدمات اللي بتقدم النهارده، اي مواطن مصري بيدخل اي مستشفى حكومه بيتعمل له الجواب ده بدون اي وساطه وبدون اي حاجه خالص، وبيتم العلاج على نفقه الدوله. النهارده كان في مئات الالاف واقفين طابور في انتظار الدعامات وفي انتظار القلب المفتوح. النهارده ما فيش ولا حاله انتظار في المستشفيات الحكوميه، او يعني بالذات ان اصلا في مبادره اللي هي قوائم الانتظار للحالات الحرجه، دي كانت مبادره رئاسيه مستقله بالنسبه للحالات اللي النهارده ما عادش فيه قوائم انتظار. يعني اقصاها يوم او اتنين، وفي المستشفيات الكبيره اللي اغلبيه الناس يبقى ممكن في محافظته يعمل العمليه، لكن هو جاي عايز يعملها في القصر العيني، فممكن يلاقي يوم او اتنين انتظار، لكن كان زمان بالسنين. واحنا فاكرين الكلام ده كويس جدا. وبرده في حاجه كويسه جدا من الحاجات اللي اتعملت في المبادرات الصحيه، ان حضرتك النهارده كان في مواطن جاي حصل له نوبه، حصل له جلطه، حصل اي حاجه، ولكن لازم تدفع الاول قبل ما تدخل. النهارده لا، بيدخل وبيتعالج، وبعد كده نبقى نشوف هو مؤمن عليه، هو تبع ايه. دي من الحاجات اللي فعلا تم العنايه بها. هي دي حقوق الانسان، ان انا اعامله صحيا. الحاجه الاهم من ده حضرتك بصي على علاج الدواء في مصر وبص على علاج الدواء بره. بص على سعر الدواء في مصر، بص على سعر الدواء بره. الحاجه المهمه جدا، فلما نعمل مدينه عالميه لصناعه الدواء على ارض مصريه النهارده بتضاهي ابرز المدن الصناعيه. طبعا ده مشروع اكتر من رائع، وللاسف ان ناس كتيره جدا ما تعرفش عنه حاجه. النهارده انت بقى عندك اكتفاء ذاتي من الادويه المخصصه للامراض المزمنه. ادويه الاورام كلها بقت متوفره في مصر، الادويه بتاعه السكر، مرضى السكر، الادويه بتاعه مرضى الضغط. الادويه دي كانت بالنسبه لنا مشكله كبيره جدا، النهارده احنا وفرناها. مدينه زي مدينه الدواء العالميه اللي معموله في الخنكه بتتكلمي عن 151 خط انتاج عالمي، مفيش ايد بشر بتلمس اي دواء فيها، حاجه تفوق الخيال يعني. بالاضافه ان احنا كان قبل كده كل اللي موجود في مصر 4 شركات ادويه قطاع عام، وكانوا بيحتضروا لان صناعه الدواء يعني متوقفه على انك تعملي ابحاث وتعملي معامل والكلام ده بيتكلف كتير جدا. فانا النهارده لما اجي اعمل مدينه عالميه، انا النهارده هي دي
حقوق الانسان. هي دي التنميه المستدامه، ان انا بحافظ على صحه المواطن المصري عشان يقدر يكمل معايا. ما انا هعمل ايه بان مواطن وعنده عوز، مواطن تعبان، مواطن مريض؟ هي دي التنميه المستدامه، ان انا بخلق مواطن عنده صحه، بخلق مواطن متعلم. هنا يبقى انا هنا بعمل ايه بقى؟ البند الاولاني من التنميه المستدامه اللي هو القضاء على الفقر. ليه بقى؟ لان عندنا تكافل وكرامه 44 مليار جنيه شهريا بيتصرفوا مرتبات تكافل وكرامه على اسر مصريه تحت خط الفقر. يبقى انا كده النهارده حميتهم او عملت لهم مظله يعني توفر سبل العيش على الاقل الادمي. النهارده لما اعمل بطاقه تموين لاكثر من 22 مليون مواطن مصري، بطاقه التموين دي حضرتك ما فيش دوله في العالم فيها رغيف عيش ب5 قروش. رغيف العيش ابو 5 قروش ده اللي المواطن المصري محدود الدخل بياخده بيقف على الدوله ب90 قرش النهارده. يعني الدوله بتدعمه كل يوم ب85 قرش في الرغيف الواحد. ده لازم نشير لحاجه مهمه جدا، نقول نتقي ربنا فيه وما نرموش للفراخ، ونتقي ربنا فيه وما نشفوش ونبيعه. لان الدوله دافعه فيه كتير قوي عشان توفر لك ان انت تاكل رغيف عيش ب5 قروش. النهارده التموين بيمثل منظومه امان للاسره المصريه. حضرتك انا النهارده اما اروح اخد زيتي وسكري ورزي وحاجتي من بطاقه التموين، انا بكفل حياه كريمه لاسرتي طول الشهر. انا النهارده 40 مليون واحد، 22 بياخدوا تكافل وكرامه، وعندي حوالي من 18 بياخدوا بطايق تموين. يبقى انا كفلت حياه، يبقى انا كده بقاوم الفقر، بقاوم العوز. لان احنا داخلين على حاجه مهمه جدا برضو الشعب المصري غاب عنها، التغير المناخي اللي حاصل في العالم. التغير المناخي ده بيأثر على الزراعه، هيعمل ازمه رهيبه في الغذاء. لان انت درجه الحراره بتاعه الارض ما تزيد درجه ونص، ده معناها ان انت عندك كل محاصيلك اتغيرت. وفي اتجاه جامد جدا في الدوله، ده من ضمن مشاريع التنميه المستدامه، ان انا ابتدي اشتغل على الري الحديث، ما عادش يبقى عندي ري غمر، ابتدي اشتغل على الزراعه العموديه. النهارده شفنا الطماطم في الصور واقفه، ما كانت بتبقى نايمه. فانا النهارده بوفر عشان اقدر اوفر المناخ واوفر التربه واقلل استهلاك الميه. كل دي حاجات هي دي التنميه المستدامه، ان انا بعمل اساليب جديده توفر وقت وجهد. وحضرتك في حاجه مهمه جدا، الشمس دي مش ببلاش، الهواء ده مش ببلاش، الميه اللي مطلوبه دي مش ببلاش. لازم نعرف ان الحاجات دي جايه علينا ظروف صعبه هتبقى نادره وهتبقى قليله. المناخ بيتغير في العالم كله، واحنا شايفين في زلازل وفي براكين وفي حاجات ما كناش بنسمع عنها، ما كناش بنشوفها. فده هي دي التنميه المستدامه، ان انا ببذل قصارى جهدي في ان انا اوفر من المشاريع اللي بيضمن النهارده ان ناكل، وولادي وولاد ولادي يبقى عندهم المستقبل. طب اتكلمنا عن الصحه، اتكلمنا عن القضاء على الفقر، وحابين نتكلم عن المراه واهتمام الدولة بكل يعني ما يخص المرأة، من طبعا انها اولا يعني عضو منتج في المجتمع، عضو له اهميته الكبيرة جدا، فاكيد في برضه مبادرات كتيرة الحقيقة بتخص المرأة. بص حضرتك، هو اهداف التنمية المستدامة ركزت جدا على المرأة في بندين، ولكن انا بقول اذا كنا بنركز على المرأة عالميا، فالمرأة المصرية لها كينونة خاصة. المرأة المصرية لها سمات معينة وربنا فضلها في حاجات كتيرة جدا. المرأة المصرية دي ستنا هاجر اللي اصطحبت سيدنا إبراهيم ورفقته في رحلة إعادة إعمار البيت، واصطفاها وفضلها عن ستنا سارة. المرأة المصرية دي هي زوجة سيدنا محمد اللي أنجبت الولد إبراهيم. المرأة المصرية دي هي حتشبسوت اللي حكمت العالم. المرأة المصرية دي حتى لما غنت كانت أم كلثوم اللي عملت المجهود الحربي وجمعت للجيش المصري. فالمرأة المصرية دي على مر الزمان لها كينونة خاصة، ربنا زي ما قلت لحضرتك فضلها وسن لها تشريع في الحج. يعني السعي ما بين الصفا والمروه ده تكريما لستنا هاجر. فانا النهارده بقول ان المراه المصريه في خلال ال6 7 سنين اللي فاتوا دول يعني وصلت لاوج ازدهارها. ليه؟ اما الاقي ان تمن اعضاء مجلس الشيوخ من المراه المصريه، ربع اعضاء مجلس النواب من المراه المصريه، لاول مره بنشوف مدعيه النيابه في جلسات المحاكم من المراه المصريه، لاول مره بنشوف قاضيه مصريه. النهارده المرأة المصرية فعلا ما عادش. النهارده في 9 وزارات وزيرات مصريات سيدات طبعا، سيدات. النهارده في اكتر من محافظة سيدات وناجحين في مجالهم. فالنهارده احنا بنتكلم عليه ان المرأة المصرية حطيناها فعلا في مكانها اللي تستحقه. التنمية المستدامة قالت ايه؟ قالت الاعتناء بصحة المرأة وتوفير عمل لها في الريف، يعني يبقى لها عمل وتاخد اجر زيها زي الراجل. لان طبعا المراه كان بيبقى اجرها دايما نص اجر الراجل. فالنهارده لما جينا نبص بقى في حياه كريمه وتطوير
نص الريف المجتمع المصري. ده نص المجتمع المصري. احنا بنشتغل على 58 مليون نسمه بيقطنوا الريف المصري. فانا النهارده اما بطور 58 مليون نسمه بيقطنوا الريف المصري. النهارده اول مرحله انا بفضل من ربنا عامل رساله ماجستير في دور حياه كريمه في التنميه المستدامه للريف المصري. واستاذي الدكتور عدلي سعداوي هو المشرف، الدكتور عدلي عضو المجلس الرئاسي للشؤون الخارجيه، والدكتور ولاء جاد الكريم رئيس مبادره حياه كريمه في مصر. الاساتذه الاجلاء دول علمونا حاجات مهمه جدا، ان الريف المصري لو ادير صح ولو اعتنى به صح لاعتنى بالمجتمع المصري كله، لان مين فينا مش ريفي؟ كلنا اصول، مين فينا مش جاي من القريه؟ فانا النهارده اما اعتني بالبذره هيطلع لي محصول كويس، اما اعتني بالبذره هيطلع لي ثمره كويسه. النهارده انا لما بطور مرحله اولى 4780 قريه على مستوى مصر، حضرتك القريه دي بتتحول بتتمدين بالمعنى كده الايه البسيط قوي. بالذات لو بصينا يعني لشكل الريف سابقا يا فندم كان محتاج امكانيات كتيره جدا. حضرتك الناس بتقعد تقول كلام يعني مثلا يقول لك ايه، هو احنا هناكل طرق وكباري؟ ليه؟ لان انا النهارده لو ساكن في قريه وما عنديش طريق وابني عيا هيموت، مش هعرف اوديه مستشفى لو انت عامل احدث مستشفى. بالظبط. لو النهارده انا عامل احسن مدرسه في المركز وما عنديش طريق ابني مش هيروح يتعلم. ما هو الفقر لو بنتج وما عنديش طريق مش هقدر انقل المنتجات بتاعتي وما عرفتش توديه. يبقى اذا النهارده الطريق هو ده شريان الحياه. اجي بقى اعمل القريه اعمل فيها السجل المدني والمطافي والشرطه والبريد والبنك والمستشفى وتنظيم الاسره والمصل واللقاح والكلام بتاع اللي هو شلل الاطفال الكلام ده انا بخلق للمواطن المصري اللي قاعد في الريف حياه ادميه. البنيه التحتيه اللي اتطورت بشكل كبير جدا، الصرف الصحي اللي اتعمل طبعا، تبطين الترع الكهرباء ما بقتش بتقطع في القرى. لا ده احنا النهارده بنصدر كهرباء. الكهرباء دي احنا عملنا فيها انجاز، مليون انجاز طبعا. بقى حضرتك كنت بتتكلم عن الريف بالذات، لو يعني كلنا زي ما قلنا ريفيين وانا ريفيه، فكنت بعاني زمان من انقطاع الميه، من انقطاع الكهرباء. النهارده ده مش بيحصل فعلا ابدا، ميه متوفره على طول وكهرباء على طول. البرنامج تروح تزور قرى. انا نشأتي كانت في قريه اسمها ابو عدوي، مركز كفر سعد ودمياط. احنا ما كناش نعرف نروح في الشتاء عشان خاطر الطريق واصله 3 كيلو دي كلها طين. النهارده القريه دي بقى فيها مجمع ازهري، وبقى فيها مجمع مدارس، وبقى فيها مجمع صحي، وبقى فيها بيتعمل فيها سوق مركزي ل4 5 قرى محاوطه ليها. النهارده تحولت الى مدينه ابو عدوي، مش قريه ابو عدوي. ده انا عايزه اقول لحضرتك كمان ان الاهتمام مش بالطرق داخل القرى الرئيسيه فقط، بداوا مرحله تانية بالاهتمام بالطرق الداخليه اللي بين البيوت. يا فندم كل الاماكن بتتعمل دلوقتي انترلوك ما بين بعضها. في محافظات خلصت، في محافظات خلصت يعني الانترلوك اللي بيتعمل في الحواري ما بين الشوارع وبعضها ده وفر عيشه ادميه، وفر نظافه، هو ده بقى النهارده المقاومات اللي بدات الدوله تعملها. ما انا لما اطلع برضو من باب بيتي الاقي قدام مني انترلوك شكله نظيف والوانه حلوه، هستحي ان انا ارمي زباله، هستحي ان انا المشروع كمان المهم جدا جدا في قرى مصر هو تبطين الترع اللي بيوفر للدوله كميه ميه مقدره. كانت تبطين الترع ده وفر لمصر، ده مشروع متعدد الفوائد. وفر 5 مليار متر مكعب ميه كانوا بيهدرهم، ده يزرعوا 1.5 مليون فدان. وفر وقت للمزارع المصري، بدل ما كان يقعد ب3 ايام يستنى الدور على المراوي عشان يروي، وفر له وقت بقى يروي في ساعتين. وفر جهد نقل الميه من السد العالي لاطراف نهايات الترع في الدلتا، كان بياخد من 7 ل 9 ايام، النهارده بقت في يوم ونص. تبطين الترع ده غير من الشكل والمنظور الحضاري للقريه المصريه. الترعه كانت في القريه معروف انها سله المهملات بتاعت القريه، الحيوانات النافقه، الزباله كله بيترمي فيها، الصرف الصحي كان بيطلع فيه. النهارده ما عادش ينفع لان بقت شكلها نظيف. مين اللي هيرمي ومين شوف اللي قد ايه يعني في الوقت القليل ده استعرضنا كام مشروع، بكام مبادره، بفلوس كام قد ايه، وبقطاعات قد ايه قدمت خدمات للقطاعات دي باموال انفقت، يعني مجهود وجهد واراده في ظل الازمه العالميه اللي موجوده حاليا، الا ان مشروع حياه كريمه ما وقفش، شغال وبنفس الجهد بتاعه. النهارده تبطين الترع احنا وصلنا ل 7000 كيلو. حاجه برضو ما كناش نتخيلها. حابين برضو التعليم يا فندم والتعليم الفني اللي اعتقد ان المستوى
المستقبل القادم هيكون ان شاء الحمد الله. لله بدأ الشعب المصري يعي ان التكنولوجيا ومدارس التكنولوجيا هي دي المستقبل. بالظبط. لان المصنع فيه 1000 عامل، مش بلاش نقول كلمة عامل عشان الناس بتتضايق، في 1000 فني عليهم مهندس واحد ومحاسب واحد ومدير واحد. فانا عايز خريج بكالوريوس تجاره واحد وخريج هندسه واحد وعايز 1000 فني. فالنهارده مدارس التكنولوجيا دي نجحت جدا جدا جدا، والدوله اتجهت اتجاهات غير مسبوقه في مجال التكنولوجيا، وشفنا القطاع الخاص ساهم مساهمات حلوه قوي فيها. النهارده في مدارس بتعلم النسيج، في مدارس بتعلم صناعه الذهب، في مدارس بتعلم تكرير البترول، في مدارس بتعلم صناعه السيراميك، في مدارس بتعلم النجاره، في مدارس بتعلم التمريض، وكلها قطاع خاص وناجحه جدا جدا جدا. طب الدوله في 1109 مدرسه حكوميه تم انشائها، بنتكلم في 12 جامعه اهليه تم انشائها. انت عندك جامعه كفر الشيخ دي حضرتك حاجه مزار عالمي. انا عايزه اقول لحضرتك احنا يعني الوقت ده اتكلمنا في اجزاء صغيره جدا، لا دخلنا في الغاز، لا دخلنا في الطرق والكباري، ولا الاسكان الاجتماعي. يعني عندنا الحقيقه ان شاء الله حوارات. واحد اتفضل. الغاز اللي عملته مصر عشان حقل زهر ينتج كان مقدر له من الدول المتخصصه في النفط من 7 ل 10 سنوات عشان الحقل ده يطلع انتاج. احنا في 28 شهر انتجنا. تحيا مصر دايما. تحيا مصر. شكرا لحضرتك، شكرا وبشكر كل مشاهدينا، وتحيا مصر دايما. شكرا لكم.